هلو، مساء الخير او صباح الخير عليكم. الفيديو ده هنتكلم فيه عن النرجسية او ناركسستيك personality disorder. بس قبل ابدا في الموضوع، كان في الفيديو اللي فات اتكلمت فيه عن تاريخ وتشخيص الامراض النفسية او الحالات النفسية. بس عايز اضيف كام حاجة كده بسرعة افتكرتهم بعد الفيديو. البروفيسور بتاعنا اللي هو كان بيعلمنا السايك اللي هي المنتال إلنس، قال لنا مرة اللي انتوا بعد ما هتخلصوا الكورس ده بتاع المنتال إلنس او الامراض النفسية، هتمشوا في الشارع كده تشخصوا الناس. كل واحد هتشوفوه واقف في طابور ولا حاجة وبيقول كلمتين ليها علاقة بمرض نفسي، هتقولوا ده عنده المرض النفسي. فلا، المرض النفسي لازم يكون فيه persistently و consistency، في استمرارية وفي يعني إصرار أو حاجة واضحة جدا، حاجات واضحة جدا قبل ما تشخص الناس دي. فمش أي حد يقول كلمة ولا كلمتين ولا يعمل حركة ولا حركتين بيبقى فيه نقدر نشخصه إن ده عنده مرض نفسي. تاني حاجة الفرق بين الكتاب الدراسي والكتاب اللي انت مثلا بتشتريه من مكتبة او من معرض او حاجة، معرض كتب او حاجة زي كده. الكتاب الدراسي التكست بوك زي الكتاب اللي احنا بندرس منه دلوقتي او بنقرا منه اللي هو DSM-5. الكتاب ده كتاب دراسي، يعني بيرجع له البروفيشنال والدكاترة النفسيين والدكاترة اللي هو MD والDO والحاجات دي كلها، والوظائف دي كلها ان هم بيرجعوا له عشان يشخصوا المرض دهوت. ف ده الكتاب الدراسي. الكتاب العادي ده بيبقى مؤلف اللي كاتبه بيتدخل فيه افكاره، بتدخل فيه خبرته، بتدخل فيه اراءه الشخصيه. فطبعا ده ما نقدرش احنا ندرسه، واللي بيقراه بيبقى مثلا متحيز او ضد فكرة الكاتب. لكن الكتاب الدراسي انت ده مش كاتب واحد، الكاتب الكتاب الدراسي ده مجموعة من الدكاترة وعلماء النفس بيتحدوا مع بعض وبيقرروا ازاي. فانت مثلا مش بس دكتور او شخص واحد بس هو اللي بيعمل الكتاب الدراسي ده. وده يرجعنا بين المثقف وبين الدارس. الفرق بينهم ان المثقف بيقرا كتب، يعني ما اعتقدش ان في حد مثقف هيقرا كتاب دراسي، لانه يعني الكتاب الدراسي بتبقى بادئه من الاول وحاجات دراسيه، يعني بتبقى حاجات كده مرتبطه ببعض. لكن المثقف لما بيقرا كتاب مثلا جاي من شاريه من معرض الكتاب، بيعرف عن حاجه، عن مرض معين، عن مشكلة معينة، بس بيبقى فيه تداخل مع الكاتب، آراء الكاتب، شخصيته، خبرته كده هوت يعني. فخلينا نخش في الموضوع على طول. وانا الكتاب ده هوت لانه هو كتاب تكست بوك، يعني كتاب دراسي عن الامراض النفسيه، فهنسميه كتاب جوز عمتي. ده ريفيرال الدكتور نجار شبال. الكتاب اللي كان معاك فاكر من ده كتاب جوز خالتي، لانه كتاب عضوي فهنسميه جوز خالتي، وده كتاب نفسي فهنسميه جوز عمتي. هم قرايب في الاخر يعني. فالمهم نبدا في الموضوع ونشوف بتقول ايه الناركسستيك personality disorder. في مرض نفسي تاني او حالة نفسية تانية اسمها histrionic personality disorder، شبيهة جدا بالنرجسية، بس بتبقى فيها اكتر موضوع الانتمسي والسكشواليتي والحاجات ديت اكتر من البيرسوناليتي النرجسية ذات نفسها. فنبدأ هنا وبنقرأ. أنا بقرأ من كتاب اسمه DSM-5 Diagnosis and Statistic of Mental Illness 5th edition. أنا في صفحة 669 أو 669.
فنقرا اول حاجه تعريف diagnostic criteria، يعني احنا ايه الاساسيات او ايه اللي بنبص عليه، يعني بلغه الشارع كده احنا بنبص على ايه في لما يجي مريض ويتكلم الموضوع ده. pervasive pattern of grandiosity in fantasy or behavior، يعني pattern يعني متلازم او تدريجي. grandiosity يعني العظمه. in fantasy يعني في الخيال، or behavior او في الافعال. ولما بنقول behavior بيبقى البيهيفير مش physical، يعني مش بيعمل حاجات بايده كده، هو لا، behavior لما تتكلم بكلمه behavior ليها علاقه بالمنتال، بالامراض النفسيه اكتر. كلمه behavior يعني مثلا بنقول dementia with behavior اللي هو فقدان الذاكره بس بيعمل behavior، في بيشتم، بيزعق، بيتف، يعني حاجات، يعني بيشتم الناس كده اهوت، يعني في حاجات behavior نفسيه، وبرده فيها شويه behavior physically يعني افعال، يعني زي ما بقول بيبزق على الناس، بيتف على الناس، ممكن يضرب، يلمس. لكن لما مثلا واحد كبير في السن ولا واحده كبيره في السن بتبقى البيهيفير languagely اكتر. need for admiration and lack of empathy، خطيره جدا دي خطيره جدا. وزي ما نقول انا في اول فيديو عملته اللي احنا تاني فيديو عفوا، لما بنتكلم عن قدم استاذ هشام المصري كاكزامبل او مثال، لانه بصراحه يعني اولا هو على اليوتيوب عارض نفسه وليه اتباع وهو مشهور، فهو يعني لازم يكون تحت، يعني بيكون تحت الميكروسكوب، يعني يعني هو اللي حط نفسه على الانترنت. ف وانا بصراحه يعني لما بشوف كل الاعراض النرجسيه فيه، فهو يعني الناس لو عايزه تتفرج وتشوف كل حاجه انا بقولها وترجع لفيديوهات وتشوف، هيبقى very good example او مثال حي وممتاز جدا، لان هو 10/10 في كل الاعراض. انا لما كنت بشغال في المستشفى الامراض النفسيه، يعني مثلا كانت بتبقى في عرض 2 كده وهو بس الاستاذ هشام فيه 10/10 بصراحه يعني. فبيبقى النيد فور admiration and lack of empathy. الادميريشن هو محتاج على طول ان حد يقول له انت عظيم، هو محتاج على طول للتعظيم، انا اعلى واحد، انا احسن واحد كده هو. واللاك اوف امباثي، ما عندوش عطف، ما بيعطفش على حد. بس لما بنقول ما بيعطفش على حد، مثلا مش بيدي واحد فلوس وكده، لا، انه انت مهما تقول له انا كمان برضو كده كويس وشاطر ومش عارف ايه، لا، انا مش هتعاطف معاك واقول لك اللي انت كويس انت كمان، لا انت مش كويس، لا حتى لو كنت. امتى بيبدأ الموضوع ده؟ بيسي beginning by early adulthood and present in a variety of contexts as indicated by 5 or more of the following. يبقى في، يعني لازم يبقى في عشان نشخص الشخص ده، يبقى في 5 من الأعراض اللي احنا هنقولها دي، ال5 دول أو أكتر. طب ينفع 1؟ ينفع 2؟ ينفع، بس يعني احنا هنبقى ايه زي كده مترددين، يعني مش عايزين مثلا نقول ايه تظلم الراجل. فاحنا لما بيكون مثلا في عرض او 2 بنبص على مرض نفسي تاني زي مثلا البوردر لاين، ونقول لا هو بوردر لاين اكتر ما هو نرجسي. فبس لو حصل ال5 دول بنقول لا ده نرجسي 100%. فنشوف اول عرض بيقول has a grandiose sense of self importance. مهم جدا، هو فاهم انت ازاي؟ مهم جدا. انا اهم واحد في الدنيا دي، انا اهم واحد في الشغل، انا اهم واحد في البيت. exaggerate achievement and talent, expect to be recognized as superior without commensurate achievement. اهي شوف الموضوع ده، يعني دي اهي. بص هو بقى يعني مثلا الاستاذ هشام المصري، يلا نعد:
خبير عسكري، خبير اقتصادي، محلل سياسي، علم حديث، فيلسوف، ايه كمان، اكسبرت لو عايز يقول اكسبرت بس هو بيقول اكسبرت في المايكروسوفت، اكسبرت في البنوك، في الحضارة المصرية. كام كده انا عديت 10. هو خبير في كل دول. باحث في الأديان. يعني أنا فاكر مرة لما عمل مناظرة في حقائق الأديان، كان بيقدم المناظرة شاطر جدا بصراحة. أنا عجبني جدا لأنه قال ومعايا هشام المصري الباحث في الأديان الإبراهيمية أو حاجة زي كده، كما يحب أن يلقب نفسه. يعني هو هشام اللي قال له قول عليا كده. طيب فشوف بقى، يعني اهي زي ما بيقول الكتاب، بقولك بالظبط without commensurate achievement. يعني هو معهود. طب ايه شهاداتك انت في لا، ما عندوش شهادات خالص، مفيش اي دراسة، مش دارس اي حاجة من الحاجات ال10 اللي انا عديتهم. يمكن في ناس عدوا اكتر، اللي هو محلل سياسي واقتصادي وعسكري وكده. هو ف مفيش اي دراسة من واحدة بس من الحاجات دي. وقلنا احنا الفرق بين المثقف اللي هو بيقرا على جنب وبين الدارس. اوكي، يعني مثلا في الاستاذ حامد عبد الصمد، ده دارس في وباحث من جامعات المانيه في الاديان السماويه، فلا ده فعلا بيتقال عليه باحث، ومحدش يقول كما يلقب بنفسه، لا هو معاه شهاده بتقول كده. ف expected to be recognized like. هو زي ما بقول لك قال للمقدم المناظره قول عليا انا باحث، اهي زي ما بيقول expected to be recognized without any achievement. يعني من غير ما انت ما في اي شهادات، لا لازم تقول عليا ان انا باحث. فاهي واحده اهي، عدوا معايا. 1 is preoccupied with fantasies of unlimited access, power, brilliance, beauty or ideal love. اهي كمان واحدة اهي. مشغول جدا بالفانتسي، ان هو محبوب جدا، كل الناس بتحبه. برضو رجعنا لواحد من الفيديوهات بتاعته، ان هو لما اعتقل، خلي بالكم كلمة اعتقل دي انا بقى نرجع لها بعدين، انه اللي هو كان بيحبه جدا والمساجين كلهم بيحبوه جدا، حتى اللي هم المسلمين اللي كانوا زي السلفية او الاخوان اللي مقبوض عليهم في الحجز، كانوا بيحبوه جدا ويقولوا له اقرا لنا القرآن بلغة حفص ولا مش عارف ايه، والامين الشرطة كان يحبني جدا، والدكتورة وفاء سلطان بتحبني جدا، كله بيحبه جدا 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 جدا. شايف اهو تاني واحدة زي الكتاب ما بيقول بالظبط، كله ان هو حاسس ان هو محبوب جدا، او كل الناس بتحبه جدا. كمان بروكوبايد مشغول بايه؟ بالباور. ان انا باور يعني انا ليا انفلونس، يعني انا ليا اوامر. يعني ايه؟ فاكر انت انا ليا ناس في امريكا بيقولوا لي انا مهم جدا، انا ليا ناس في الحته دي بيقولوا لي على كل اخبار الدكتور جورج بول او مصري ملحد او الناس دي. انا عندي باور كتير في امريكا. انا بعرف كل الناس دي، ويمكن يعرفني انا كمان، ويشوف ناس انا عارفاني ف بريليانس اللي هو احنا بنقول ايه؟ عبقري. اهي واحده ثانيه، انا بريليانس. طيب يعني زي ايه؟ لما مره قال انا خبير عسكري. طب انت خبير عسكري ليه يا حبيبي؟ اصل انا عندي 10 سنين قريت الكتاب الكليه العسكريه بتاع اخويا، فانا بقيت عبقري. انا عبقري، انا قريت الكتاب وفهمته كله وبقيت شاطر فيه جدا، وبقيت خبير عسكري وانا عندي 10 سنين. اهي ف البريليانس اللي هي العبقريه بقى، يا برلانت فاكر بيوتي بالجمال، اللي هو يعني مش لازم نقول انا حاليا انا حلو، بس ممكن يقول عليك انت وحش. بيقول على الناس انت اقرع، بص شكله عامل ازاي، بص قبيح، بس انت ناسي نفسك انت كمان. فهو
مش لازم يقول عليا انا حلو ومقطقط ومسمسم وجميل ووش، لا، بس هيقول الناس التانية اللي هي وحشين. يمكن الناس في التانية دي اللي هو بيقول عليها وحشين عندهم نفس الصفات. يعني هو قال على الاستاذ ارنست ويليام انه اقرع، هو الاستاذ هشام يعني شعره مش لغايه هنا يعني، بس لا هو اقرع. وانا طبعا لا، يعني انا اجمل منه. اور ايديال لاف اهي، اللي احنا كنا بنقول عليها الايديال لاف، انه بيحب جدا او بيتحب جدا كل الناس بتحبه، كله بيحبه حب يعني بيموتوا فيه. اللي هو انت عمرك شفت حد في اللي هو في مصر بيحب حد ولا يقول له انا بيتعامل معاه كويس؟ انت بتشوف اصلا اللي هو في مصر؟ لا. بس هي دي، بص التفكير بتاع الشخص النرجسي او الحاله المرضيه دي، الحاله النفسيه دي. believe that he or she is special. انا special، انا حاجه خاصه، انا شيء ما حصلش، and unique and can only be understood by or should associated with other special or high status people or institution. مش مصدق اهو. هو الحاله المرضيه دي النرجسي مصدق نفسه وبيعتقد ان محدش بيفهمه غير اللي هو زيه بقى، خبير عسكري زيه، خبير اقتصادي زيه، انت مشاهد العام، الراجل العام كده، ولا واحده كده بتتفرج عليه، ولا واحد، ولا مش عارف ايه، اللي هم العامه زينا كده. لا، مش احنا ما بنفهموش، احنا لسه ما وصلناش لتفكيره. فعشان كده انتقد حامد عبد الصمد، حتى انتقد كل المفكرين والسياسيين، انتقد اللواءات والعقدة اللي بيطلعوا مثلا على قناة الجزيرة وكده. هو ده يا اخي، ده لواء وقال ان هو اخد كورسات في امريكا. يعني انت بتقول كورسات في امريكا، لواء اخد كورسات في امريكا، يعني الامريكان ما بيهزروش في الحاجات العسكرية. فانت كفاية كده، حتى لو كنت مثلا جاي لواء من اصغر بلد في افريقيا، بس انت اخد كورسات واخد دراسات في دوله زي امريكا، لا انت حاجه. بس طبعا انت لا، انت مش هتوصل لمستوى الشخص الحاله النرجسيه دي، لان انت لا، انت مش مستواه. can only be understood by or should associated with، يعني هو مش هيتعامل بقى مع العامه او الناس اللي هي كده حاجه، لا، لازم اسوسييت، يعني يتعامل مع ناس اللي هم بقى اللواءات والعلماء والناس الاطباء وكده. هو ليه؟ لان هو فاكر نفسه ان هو كمان بقى دكتور او عالم او محلل بقى اقتصادي ومحلل نفسي ومحلل كل حاجه. ادي تالت حاجه، تلاتة هم require excessive admiration، يعني بقى هو محتاج اللي انت ايه، تعظمه على طول، وبيضغط عليك ويحط بريشر عليك ان انت لازم تعظمه. انا عملت كذا وكذا وكذا، ايه رايك فيا؟ لا انت تمام. وعملت كذا وكذا وكذا وكذا، وانا بقى قريت بس عندي 10 سنين. ايوه انت قريت الكتاب وانت عندك 10 سنين وفهمته، انت شاطر قوي يا حبيبي. ايه ده مش ممكن، ده انت خطير. فهو دي في حاجه اسمها الفيد اون يو. هو انت كل الفيد لما بتسمعها هناك مع الامراض النفسيه والحالات النفسيه، فيد اون ده يعني بيتغذى نفسيا على الكلام اللي انت بتقوله، على الادميريشن، على التعظيم ده، هو بيتغذى عليه. فانت كل ما انت تقول له حلو، هو كده بيكبر نفسيته، او الحاجه النفسيه اللي عنده بتكبر وتترعرع وتنبسط وتبقى بتتغذى بايه؟ فيد اون ده. ف تخيل انت بقى لو قطعت الادميريشن ديت، قطعت التعظيم، يعني مفيش غذاء. يعني الحاله النفسيه دي من جوه، او الكائن النفسي ده، خلينا نسميه الكائن النفسي، مش هياكل ويشرب، فممكن يحصل له تضاعفات ويموت لانه مش هياكل ويشرب. بس انت كل ما انت بتقول له يا هيفيد، كل ما بتقول له انت بتعزق، هو بيتغذى. تمام. خامس حاجة has a sense of entitlement, unresponsible expectation of a special favorable treatment or automatic compliance with his or her expectation. اهي entitlement يعني له الحق
هيز رايت، هذه حقوقه اللي انت تعامله كويس. ده انت غصب عنك لازم تعامله كويس، انت مش بمزاجك، انت غصب عنك. فاهم انت ازاي؟ انت لازم هو يكون ليه سبيشال تريتمنت، يعني انت لازم تعامله بحاله خاصه، سبيشال تريتمنت، معامله خاصه، VIP، very important person. فانت لازم تعامله بطريقه خاصه، ما ينفعش تعامله وتعاملني زي بعض، لا هو لازم يتعامل احسن. عشان كده لما راح مره مع عند ذكرى الاستاذ السيد القمني، واحد بيتكلم لا ما لكمش دعوه بيا، انا جاي هنا، ده انا جاي. فاهم انت ازاي؟ فهو الخمسه طلع 5 من 5 اهو يا جماعه. في اي حاجه انا قلتها مش موجوده؟ لا، ال5 من 5 اهو من 5 من 5. طيب هنا ادي هو عشان نعمل دايجنوسز يعني نشخص، فهيطلع 5، يعني لازم يتوفر 5، فادي 5 اتوفروا. ولا انا غلطان؟ يعني لو في اي حاجه غلط، لو مش صحيحه، انا يعني حد ممكن يصححني، مفيش اي مشكله. طيب رقم 6 is interpersonally exploitive, take advantage of other to achieve his or her own ends. واحده كمان اهي معظم الفيديوهات اللي انا شفتها، انا اول مره واحد يتكلم عن الموضوع ده باللغه العربيه، انا اول واحد مره اعرض الموضوع ده. انا بص، انا في مصر وبشتم مش عارف في ايه، وانا اللي بعمل كده كله، وانا موجود هنا في مصر، انا ما بتفرقش معايا. اكسبلوديف. فهو بياخد استاذ حامد عبد السلام بيتكلم في كل المواضيع اللي هو بيتكلم فيها، الدكتور جورج بول يتكلم في كل المواضيع، الناس كتيره جدا اتكلمت في نفس المواضيع اللي هو بيتكلم فيها، لكن لا انا الوحيد اللي اتكلمت في المواضيع دي، انا الوحيد اللي اول مره اقولها، انا الوحيد اللي اعمل البحث بالطريقه دي. فاهم انت ازاي؟ فهي رقم 6 lacks of empathy is unwilling to recognize or identify with the feeling and needs of other. ما عندوش بقى العطف زي ما قلنا، is unwilling to recognize، يعني هو مش هيعترف بنجاحك انت. هو لا، انت باحث سياسي، لا انت يا راجل، انت من الاردن ولا من العراق، انت عندكم جيش ولا عندكم لواءات ولا انتوا عارفين حاجه؟ انا الوحيد، اصل انا قريت الكتاب وانا عندي 10 سنين، فانا بقيت احسن لواء ومحلل عسكري. انتوا تعرفوا حاجه ولا لواء ولا ايه يا راجل؟ كمان ما عندهوش الفيلينج اوف نيد اوف اذرز، زي ما بيشتم، صح؟ يعني بيشتم وبيتهم الناس في شرفهم، ستات في شرفهم، يعني اتهامات اهو. ليه ما عندوش امباثي؟ ما عندوش عطف، ما عندوش انه فيلينجز، مشاعر، انه يحس باللي محتاجينه الناس التانية. اوكي، اخر واحده شو arrogant يعني اللي هي بنسميها كده من تحت مناخيره لفوق. haughty behavior or attitude، عندي الاتيتيود اللي هو طباعه كده وحشه، يعني يبص لك ممكن باستحقار، يكلمك باستحقار. طبعا احنا هنشوف الكلام ده كتير، اي حد بيقول له كومنت، لا انت تعرف حاجه يا ابني، انت تعرفش، لا غلط انت. وبعدين انت اسمك وحش ليه يا مش عارف ايه، غير اسمك. انت من الجزائر، انتوا الجزائر دول بتعملوا مش عارف ايه. انت من المغرب بيبصوا ايد الملك وشعب كده واطي. العراق ده لا، ده شعب العراق دول ناس دمويين، وتخيل بيتهم شعوب فاهي. انا مش قصدي اضحك والله يا استاذ هشام، انا اسف جدا، بس يعني هي الحاجه انه يعني ادي 9 انت في كل دول، فيعني كيس فيري جود كيس ستادي، وانا اسف جدا، بس يعني مش قصدي اضحك، بس انا دي برضه يعني بنشوفها كده كتير مع حضرتك. طيب diagnostic، بنشخص بقى ازاي؟ The essential feature
of narcissistic personality disorder is pervasive pattern of grandiose need of admiration, lack of empathy. هو بيقول لك بيعيد تاني كل الحاجات دهيت. individual with disorder have a grandiose sense of self-importance. They routinely overestimate their ability and inflate their accomplishment. اهو inflate، انت عارف يعني inflate؟ يعني بينفخ. شوف انت الاكمبلش بتاعتك اللي انت مثلا اللي هو قرا كتاب بتاع كلية عسكرية وهو عنده 10 سنين خلاها معجزة. inflate يعني قعد ينفخ فيها ويخليها حاجة كبيرة جدا. طبعا احنا مش عارفين ان حصل ده ولا مش حصل، بس ان هو من الاخر بيخلي الشيء البسيط جدا اللي هو عمله، حاجة تافهة جدا عملها، خلاها كبيرة جدا، خلاها يعني هي مثلا البالونة وكده وهي مش منفوخة، هو قعد ينفخ فيها inflated لغاية ما بقت البالونة الكبيرة اللي انت مثلا بقت كل الأحجام دهيت نفخها، يعني بقت كبيرة جدا. فالشيء التافه اللي هو بيعمله أو الهايف أو الشيء البسيط جدا بقى حاجة كبيرة جدا. They may ruminate about long overdue admiration, privilege, and compare themselves favorably with the famous or privileged people. يعني هو بيقارن نفسه مع الناس الامبورتنت اللي هي الناس المهمة، زي مثلا بقول لحضرتك المحللين العسكريين والمحللين الاقتصاديين اللي بيطلعوا على التلفزيون في القوات الإخبارية، لا أنا أحسن منهم، بيقارن نفسه بيهم. هو ما يعرفش يقول كذا، أنا بعرف أقول كده، أنا مش عارف. اهو شايف يا جماعه ازاي؟ او زي ما بالكتاب بيقول، زي ما الكتاب بيقول كل شيء يعني بينتقل ان الاستاذ هشام المصري انه بالظبط حاجه اهي. طيب احنا مش هنكتر في هو بيشرح هنا في الدايجنوسيس ان هو بيشرح كل صفه من ال9 صفات اللي انا شرحتهم دلوقتي. هو بيرجع بيقول بيشرحهم اكتر، يعني بيفند فيهم اكتر. the expected beginner whatever they want، لازم تديله اي حاجه هو بيطلبها or feel they need، اي حاجه هو بيحتاجها او بيطلبها لازم تديها له no matter what it might mean to others. يعني اي حاجه هو محتاجها او بيطلبها لازم تديها له، لازم ياخدها حتى لو بتعني لك او بتعني للشخص التاني ده كل شيء، لا هي بتاعته، هو لازم ياخدها. They may assume that others are totally concerned about their welfare. اهي دي خطيرة جدا. هو حاسس ومتأكد ان كل الناس مهتمة بيه جدا، ان كل الناس قلقانين عليه. شفت انا مره فيديو هو كان مريض شويه، يا جماعه ما حدش بيسال عليا ليه؟ انا كنت كده مريض، ما فيش حد بيسال عليا. ولما طلع مره صوتك انت متغير ليه صوتك؟ احنا قلقانين عليك. كان فرحان جدا وقال متشكرين جدا. يعني انا كل حاجه بقراها هنا انا شفتها بالظبط كانها قص لزق زي ما بنقول عندنا في مصر يعني. يعني بيقول لك contacted with others they talk about their own problems or concern. لما حد بيتكلم عن مشاكله او ما بيهتمش، يعني كده انت ايه الهيافه دي؟ يعني انا حصل لي كده اكتر منك بكتير. انا لما اعتقلت على فكره كمان، يعني مثلا بنشوف من ان هو عمال يكبر من شيء هايف. المهم كلمه اعتقلت دي في مصر زي ما انا كنت اعتقد من مثلا 20 سنه لما انا كنت عايش في مصر، ولغايه ما زرتها اخر مره 2021. كلمه اعتقلت دي يا جماعه هي كلمه كبيره جدا. اعتقلت يعني انت ودوك المعتقل. يمكن كلمه اعتقلت بنسمعها مثلا في اهل الشام اكتر، بس في مصر لما تقول اعتقلت انت بعد كده رحت المعتقل من غير ومحدش شافك بعد كده تاني ابدا.
المعتقل ده يا جماعه في مصر حاجه كبيره جدا، يعني ما خلاص ما بقى ما بيتشافش، ما بيطلعش مثلا بعد 10 سنين، في يمكن يعني الناس تيأس على المعتقل. اللي ممكن يكون حصل مع الاستاذ هشام المصري انه زي بالبلدي كده في مصر بيقولوا اتمسك او اتقبض عليه. اتمسك يعني اتمسك من الحكومه، يعني جه البوليس ومسكه او اتقبض عليه. لكن انت بس عشان بقى تفهمها باللغه العربيه كده الناس كلها تفهمها، هو استدعي لاخذ اقواله. بس اخدوه ان انت بتقول ايه وفي ايه كده، ولا ان هو يعتقل. دي حاجه كبيره جدا في مصر يا جماعه. اعتقل ده المعتقلين السياسيين، ان هم بقى بيعارضوا، كانوا من زمان مثلا في ايام عبد الناصر والسادات اللي هم كانوا اعتقلوهم عشان سياسيين ومعارضين. مفيش حد بيعتقل لانه بيتكلم في الدين، يعني هو بياخد مثلا قفايين قلمين اللي هو قانون ازدراء الاديان ده وكده، بس بيستدعي وبتبقى فيه محاكم وشيء قانوني. بس كلمه اعتقلت دي كبيره جدا، فهو على طول بيستخدمها. انا لما اعتقلت، انا لما اعتقلت عن هي برضه دي حاجه، يعني عايزين نفهم الناس يعني ايه اعتقلت لما تقولها في مصر. الواحد واخد ودوه المعتقل في مصر، يعني انت مش لا خلاص كلمه معتقل في مصر ده يعني مش موجوده. اوكي. associated features supporting diagnosis، يعني حاجات كده من على جنب اللي انت بقى ايه لو عايز تتاكد، يعني انت لك براكتيشنر زي انا بقى عايز اتاكد 100% عشان ما اقول ما اظلمش حد، يعني لانه يعني كلمه نرجسيه وكل الصفات دهيت بصراحه صفات مش حلوه، يعني تبقى في شخص. انا عايز بعد كده ابقى اعمل الفيديو من الكمبيوتر عشان اشارككم انا بقرا في ايه، وكمان عشان ابعت لكم PDF. يعني بصراحه كتاب كويس جدا ان انت تقراه. بيقول هنا هو sensitive to injury from criticism or defeat. بص دي بقى يا جماعه، بص دي يقول لك ضعيف جدا وممكن ان هو يأذي نفسه لانه بيبقى حساس جدا للنقد او الهزيمه. criticism or defeat. المخدرات، الخمره، ما دي اذية نفس. يعني ممكن يبقى في تفكير في الانتحار، بس الانتحار ده يعني دي حاجه كبيره جدا. بس بيأذي نفسه مخدرات والكحول. فاكرين ازازه الجمبانيا؟ اهي زي ما بقول although they may not show it outwardly, criticism may haunt this individual and may leave them feeling humiliated. يعني انت لما تنقده بتحسسه انه اتهان اهانه كبيره جدا، حتى لو هو ما بينهاش، بس احنا متاكدين ان دي جواته اهانه كبيره جدا. اوكي، انا هسرع شويه بس عشان احنا بقالنا اهو 35 minutes. وممكن ده يسبب ان هو withdraw، يعني بيبقى منعزل وبيقعد مثلا لوحده كده، ملوش صحاب، ملوش، بيسيب بيبعد عن الاهل والاصدقاء. اوكي. اهي sometimes vocational function can be very low, reflected and unwilling to take a risk in competitive or other situation in which defeat is possible. يعني من الاخر الناس دي مش هتشتغل. ليه؟ اي فوكيشنال يعني عملي، شيء عملي يعني شغل، مش هيشتغل. فاكر انت انا هقعد هنا اشتغل على اليوتيوب تنويري يبعتوا لي $2000، انا عايز $2000 في الشهر عشان اشتغل تنويري. طب ما تنزل تشتغل. لا مش هشتغل. بس انا لو رحت امريكا هشتغل $150,000 في السنه او $15,000 في الشهر. لا يا اخي، لا انا للاسف انا اسف ان اقول لك، حتى لو جيت امريكا بشهاده الاكسبرت اللي مع حضرتك دهيت مش هتاخد $150,000 ولا $100,000 ولا حتى $50,000
ولا يمكن اصلا تشتغل اصلا بالشهاده اللي مع حضرتك دي. الاي تي هنا بصراحه ليها ناسها. الهنود اول ناس اخدنا. تاني حاجه سن حضرتك يعني 49. ما تاني حاجه اللي هو اللي انت اخد شهاده باسم مايكروسوفت، مش شهاده اصلا، عارف، سيرتيفيكت. عارف يا جماعه، الشهاده غير السيرتيفيكت، فاهم؟ هو عمال يقول شهادات. لو عايز تبقى فيه شهاده بيقول لك دبلومه. سيرتيفيكت دي حاجه انت دارسها، اخد كورس اسبوع كده ولا بتاع، بس تعرف الناس اللي انت عارف حاجه واحده او حاجه معينه او حاجه صغيره جدا في موضوع. يعني مثلا ايه، بالنسبه لشغلي انا معايا مثلا الماستر وكده، ورحت عشان احسن معرفتي اخدت كورس صغير في الاهتمام بالرجلين في الناس اللي هي كبيره في العمر. بنقص لهم الضوافر اللي هي بيبقى فيها الفطريات والفنجو، او بنشيل عين السمكه، او اللي هي في الناس اللي ما بتقدرش تمشي عشان في الم، بنعمل لهم زي بناخد مقاسات وكوشن يعني. فدي بس انا درست، بس ما اقدرش اقول على نفسي انا متخصص اقدام، ما اقدرش على نفسي ان انا بودايترست اللي هو المتخصص الاقدام. يعني ده دكتور، وبعد ما اخد الام دي اللي هو الميديكال دكتور، درس سنه ولا سنتين وقاد على نفسه بودايتس، مش عارف البودايتس اللي هو دكتور اقدام. فانا ما اقدرش اقول على نفسي دكتور اقدام، انا بقول انا بس سيرتيفايد. اخد سيرتيفايد يعني في جهه قالت هو في جهه حكوميه او جهه مسؤوله قالت يس، او هو بيعرف الجزء المعين ده بس. فاللي انت السيرتيفيكت اللي مع حضرتك دي، انا اسف يعني للباد نيوز او الاخبار السيئه، ان لا مش هتاخد 150,000 دولار، مش هتاخد. انت 150,000 دولار ده يعني مثلا السي او بتاع شركه بتعمل لها مثلا متوسطه، سي او ممكن يوصل لمليون دولار في السنه، بس 150,000 ممكن يعني شركه متوسطه الحجم. فلا ده واخد شهادات كتيره، محاسب مثلا ولا ادمنستريشن وكده اهوت. بس معلش طلعنا من الموضوع. is associated with anorexia nervosa and substance use disorder. اهو انوركسيا نيرفيوزا اللي هو ما بياكلوش او بيحس نفسه اللي هو يعني هو بيبقى رفيع وحاسس نفسه تخين، بس دي مش فيه مثلا يعني، بس ما تعرفش جوه فيه ايه. ان هو substance abuse يعني بيستخدم المخدرات، الكحول، كل الحاجات دي، وطبعا هو بيقولها. بنقول بقى ان الحاجات اللي هي المشابهه للمرض النرجسي، واللي احنا فاكرين انا لما قلت ان في البوردر لاين اللي انا شخصته، هم في ناس شخصوه بالنرجسيه وانا ضفت البوردر لاين. فهي بتتدخل فيها الانتي سوشيال بارانويد personality disorder and being associated with the narcissism. يعني شوف كل الحاجات اللي هي ايه انتي سوشيال اللي هو ضد الاجتماعي، الشخص الغير اجتماعي، البارانويد اللي هو بيخاف، الشكاك، اهي كل حاجه فيها. طيب نشوف بقى ايه. انت فاكر الكتاب اسمه ايه؟ diagnosis و statistics، يعني احصائيات. شوف بقى الاحصائيه. prevalence estimated of narcissistic personality disorder based on the DSM-5 definition range from 0 to 6.2% in a community sample. community sample يعني اي عينه كده في الكوميونتي، عينه عشوائيه. مثلا في الابحاث في حاجه اسمها العينه العشوائيه، اللي انت بتقول هات كل دول، ماليش دعوه ولا بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس ولا باي حاجه. يعني مثلا اقولها لك كده بالبلدي، لو انت راكب عندنا الاتوبيس في اسكندريه من محرم بيه لمحطه مصر، الاتوبيس الكارتر الكبير ده، الناس بتوع مصر اللي هم في عمري في الاربعينات يعرفوه كويس جدا. الاتوبيس الكارتر ده الكبير القديم ده ممكن يشيل مثلا 100 شخص. فانت لو لو الاتوبيس ده انت ركبت رايح من محرم بيه لمحطه مصر، والاتوبيس ده مليان وفي 100 شخص، في ستة اشخاص
ممكن يكون في 6 اشخاص عندهم النرجسيه. يعني من كل 100 في 6 ممكن يكون في، ممكن مش متاكدين يعني لان مش هنفحصهم كلهم، لكن ممكن يكون في 6 اشخاص عندهم مرض النرجسيه ده او الحاله النفسيه النرجسيه ده. حاجه يعني رقم مش بسيط. 6% ده في الامراض مرض يعني. تخيل مثلا في امراض عضويه 1 في المليون، 1 في 2 مليون. لكن انت 6 في المليون، بقول لك يعني اتوبيس في مصر مليان ممكن يكون فيه 6 اشخاص عندهم الحاله النفسيه دي. Development and the course may be particularly common in adolescents and do not necessarily indicate that the individual will go to have narcissistic personality disorder. Individual personality disorder may have a special difficulty adjusting to the onset of the physical and occupational limitation that are inherent in the aging process. يعني بيقول لك انه بتبدا من الادولسنس اللي هي قبل مرحله المراهقه، يعني مثلا 11 12 سنه. 13 بيبقى تين او تينيجر. ادولسنس يعني دي بتبقى اللي هي 11 12 سنه. gender related diagnostic issue. الجندر يعني بيشوف بقى اللي هو الجندر نوع السكس، ميل او فيميل، يعني بين الاولاد والبنات او الرجاله والستات. of other diagnosed with narcissistic personality disorder 50-70 are male. 50 ل 75% من المرضى are males، يعني رجاله. يعني الذكر في الرجاله هم اكتر من الستات 75%. differential diagnosis. differential لما نقول differential يعني ايه؟ ان ممكن يكون في مرض احنا في امراض تانية بتحصل زي يعني ايه مثلا، معرفش انا كلمه differential بالظبط ايه بالعربي، بس مثلا لو واحد بيكح وبيعطس ومراخيره سايبه وبيطلع مثلا سبيودوم اللي هو بلغم من صدره، فان مثلا احنا بنشوف لو في ويزنج اللي هو زي صوت الصفاره، ببقى اقول ان هو نمونيا اللي هي التهاب رئوي. لكن الديفرنشال بقى انه في حاجات تانية ليها نفس الاعراض، بتبقى مثلا upper respiratory infection اللي هو التهاب القصبات الهوائيه. النمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي تبقى خلايا الرئه. الانفكشن بيبقى القصبات الهوائيه او التشعبات ديت اللي بتبقى في الرئه. لكن برضه ممكن يكون انفلونزا، ممكن يكون دور البرد، ممكن تكون حساسيه. فدول بيبقى ايه، عندي مرض انا شاكك فيه جدا او مثلا متاكد ب 70%، وفي 4-5 امراض انا متاكد، مش متاكد اصلا، قصدي بيكون في شاكك. ممكن نقول اللي هي الشك يعني في الامراض بنسبه كل واحد 10%. فعشان اتاكد ان ده نمونيا بعمل اشاعه وبشوف الانفلتريشن، فبعدها بعد ما اعمل الاشاعه بتاكد ان ده هو ده التهاب 100%، التهاب رئوي 100%، لان انا الاشاعه هي اللي اعطتني الايه السبب. لكن لو الاشاعه طلعت سليمه ارجع بقى اللي هو ايه مثلا التهاب القصبات وبص تاني وهكذا يعني. فالديفرنشال انا بيبقى عندي حاجه انا متاكد منها مثلا ب 70%، والثلاث 4 حاجات متاكد من كل واحده مثلا 10% او 5%. فهو ده معناه الديفرنشال هنا. فهو بيقول لك الديفرنشال ان انت ممكن تكون متلخبط بين النرجسيه وامراض تانية زي البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر او الانتي سوشيال. لكن احنا شفنا هو 9 من 9، فهو 9 من 9 يبقى احنا اتاكدنا ان 100% من ده. طيب ايه مع موضوع البوردر لاين؟ البوردر لاين بيكون فيه مثلا 2-3، لما انا قلت لك في تشخيصين، مانيبيوليشن والبارانويا. فهي البارانويا ايه، بص هو الشك داخل في النرجسيه والبوردر لاين، فبرضه ممكن يبقى ايه في ايه من البوردر لاين. هو هنا بيتكلم بيتكلم على الديفرنشال، يعني لسه برضه بيكلمني عن الديفرنشال. طيب هو هنا دخل في الامراض التانية كلها. طب التريتمنت هنا مش حاطين تريتمنت اللي هي العلاج،
لكن احنا ك براكتيشنر او يعني في المجال الطبي طبعا بنبعت لسايكولوجيست اللي هو عالم النفس، الدكتور النفسي قصدي، الدكتور النفسي اللي هو بيقعدك على الشيزلون ده ويكلمك وكده هوت يعني، وبياخد ويدي معاك. ممكن بيبقى عندهم دكاتره نفسيه عندهم مثلا شويه تمارين نفسيه انت المريض بيعملها، يتكلم كده هوت، بيبعتوه على سبورت جروب يعني مثلا 5 6 عندهم نفس الحاله، بيقعدوا كده في مكان وكل واحد يتكلم، فده بياخد خبره ده وده بياخد خبره ده وده بيعرف حاله ده، فبتبقى هي كده. لما انا بيجي لي واحد مثلا بالموضوع ده، لانه الموضوع مع الحاله النفسيه والمريض النفسي انه احنا مش عارفين ممكن يعمل ايه في نفسه او ممكن يعمل ايه في الاخرين. ممكن يعمل ايه في نفسه دي ممكن يأذي نفسه زي ما هو بيقول، ما في أذية نفس. فاحنا ممكن بنمشي لما بيجي لي مثلا انا طبعا مش متخصص علاج امراض نفسيه، بس ببدأ بالمهدئات اللي هي البسيطه واللي هو مضادات الاكتئاب البسيطه، وببعته بعمل له ريفيرال للسايك اللي هو بقى الدكتور السايكياتريك اللي هو دكتور المخ والاعصاب، اللي هو متخصص في المخ والاعصاب، لان ده هو بيبقى عنده broad spectrum of medication، يعني هو بقى عنده خبرة اكتر في الادوية النفسية اكتر مني طبعا بكتير، فهو بيعرف ممكن يناسب المريض ده ايه وممكن يساعده بايه. وده يبقى احنا كده خلصنا موضوع النرجسية، ان ازاي بنشخصها. المريض النفسي بيبقى فيه كام حاجة، فنرجع بس كده بيقول لك ايه يعني. هي اول حاجة اللي هو انه العظمة، ان هو مهم جدا، بيبقى هو عنده باور وقوة وعبقري وجميل واكتر واحد بيحب واكتر واحد بيتحب. هو يونيك يعني سبيشال كده، يعني حاجة مفيش زيها، محتاج تعظيم كتير، ما عندهوش عطف على الآخرين، لازم يتعاملوا على كأنه هو من أعالي القوم، ولازم هو بيبقى ما بيتعاملش غير مع المسؤولين والشخصيات المهمة جدا. وده طبعا احنا شايفينه كتير على الأستاذ، يعني حاجة بصراحة يعني جميل جدا يعني بصراحة. lack of empathy often envious and other believe the other envious or for him، يعني ما بيستحملش النقد. arrogant، مناخيره عايلة، يعني مناخيره لفوق، طباعه وحشة وكده. طيب انا عايز بس قبل ما نخلص النقطة دي نشوف الأستاذ إريكسون قال ايه في عمر الأستاذ هشام. فهو إريكسون with psychological development، النمو النفسي. فالأستاذ هشام بيقول هو عنده 48 years old ولا 49 years old، فهو بيبقى الميدل adulthood 40 to 65 years، اللي هو من 40 ل 65 سنة. قال لك الأستاذ قال لك generativity versus stagnation. بص بقى يعني ايه؟ يعني انت لو حد عنده من 40 ل 65 سنة النمو النفسي بتاعك او اللي حصل انك بتكون generativity، يعني عندك creativity. انت creativity يعني هي بتبقى يعني بتبتكر، الابتكار بتبتكر حاجات. outfast them often by having children or creating a positive change، يعني بتبدأ اللي انت بتعمل حاجة جديدة لنفسك،
ممكن اللي انت بيقول هنا هوت انه having children positive change، حاجات ايجابيه بتعملها في حياتك، بتقدم خبرات وبتقدم حاجات لناس تانية. success lead to feeling of useful، يعني انت بتحس ان انت مفيد للناس التانية، مثلا بعملك، لأولادك. انت بتشتغل وبتكدح وبتعمل فلوس عشان ولادك وأسرتك تعيش، فانت حاسس ان انت ايه فولنس، يعني انت مبسوط من جواك ان انت عملت حاجة كويسة. طب لو ما حصلش كده ايه اللي بيحصل؟ وان هو accomplishment، يعني عمل نجاحات كتيرة جدا في حياته، طبعا زي شهادات مثلا، حصل على حاجات وسام ميداليات، طلع الاول في مسابقة جري مثلا، او يعني في achievement، في حاجة كبيرة جدا حصلت، معاه شهادة من جامعة محترمة، معاه شهادة من جمعية او حاجة زي كده، يعني حاجة بتبقى ممتازة جدا، فبيحس باللي هو accomplishment. طب لو ما حصلش كده ايه اللي بيحصل؟ stagnation while failure results in shallow involvement in the world. لو ما عملتش كده ايه اللي بيحصل انت بتحس ان انت ما عملتش حاجة في حياتك، ويبقى تقدمك في العالم، يعني في العالم اللي حواليك بسيط، يعني ما بتحصلش، ما بتأثرش كتير في اللي حواليك. فطبعا انت بتشوف مثلا في الموضوع النرجسية ان الانسان ده شايف ان الناس كتير بتتغير عشان ناس تانية، يعني زي ما تقول ايه، ناس كتير اتغيرت عشان الاستاذ حامد عبد الصمد اتكلم في موضوع. فالاستاذ او الشخصية النرجسية، طب انا عامل كمان انا عايز اغير في المواضيع دي، فانا بالتنويري اهي حاجه من الحاجات دهيت اللي قال عليها. طبعا انا يعني اريكسون احنا الحاجات دهيت درسناها بسيط جدا، بس يعني ده اللي بيقولوه هنا في الويب سايت دهيت. انا مش عارف اسمها ايه، اسمها تقريبا، بس هو انا بس بصيت على الجدول، هو عامل زي جدول كده، لكن بعد كده احنا هندرس يعني هناخد اكتر من الامريكان سوسايتي اوف سايكياتريك، ممكن ناخد اكتر من الحاجات دي. بس انا كنت عايز ابص على العمر للنمو النفسي بيقول ايه، لان هو يعني هو ماشي عكسه. طيب يبقى انا كده خلصت النرجسية. اتمنى يكون عجبكم الموضوع ده، وهو الهدف كله ان احنا بس نعرف لما حد بيتكلم بكده هوت بنرجسية، او احنا يعني نعرف انه الشخص ده هو مين وبيفكر في ايه. وزي ما قلت قبل كده ان المشكلة مع الحالة النفسية النرجسية انه احنا مش عارفين، هو بيقول دي تخيلاته، بيكذب طبعا، يعني هو ممكن مش كذب، هو ممكن المريض النفسي ده بيكون فعلا حاسس ومتأكد 100% ان الموضوع ده حصل له، او هو عمل الحاجة دهيت، او هو اعتقل، او هو بقى محلل سياسي عشان عرف يقرأ عنوان الخبر. فأتمنى ان يكون عاجبكم. الفيديو الجاي ممكن يكون على البوردر لاين، وشكرا جدا ومع السلامة.